اريحهم وامشي مع رغبتهم برضه. قلت حامل المحطه ومش هشطبها، حامل المحطه وهسيبها لما الناس يحتاجوها هم اللي يطلبوها. انما لو ما عملتهاش النهارده يا دكتور عمرو صعب عليا في التصميم ان انا اعملها تاني ولو بعد 100 سنه. مش هتتعمل يعني مش هتتعمل. الحاجه الثانيه والمهمه ان انا المحطه اللي قبليهم هي محطه ماسبيرو، والمحطه اللي بعديهم هي محطه الكتكات وهي محطه شعبيه. انت عارف حضرتك المشوار ما بين ماسبيرو وما بين الكتكات في النفق لازم يبقى فيه فتحات تهويه، ولازم فيه، ما ينفعش يبقى نفق مقفول تحت الارض بالعمق، ما ينفعش لاي طارئ للطوارئ للمترو اللي بعده التشغيل. لازم يبقى فيه محطه تهويه ومحطه جنريتور لتغذيه الكهرباء. وعملنا بوكس الخرسانه بتاع محطه الزمالك وما شطبتوش ومش هنشطبه، يعني ده تخطيطنا عشان نتمشى مع رغباتهم ونريحهم، ولما يعوزوا هم المحطه نلاقيها. طيب اللي احنا فكرنا هل تسمح لي بس؟ هل ده ضد رغبه اهل الزمالك؟ طيب انا هخليك بس معايا، يعني 2 مهندسين يمكن من سكان الزمالك ليهم بس مداخلات مع سيادتك. تسمح لي المهندس احمد الدواخلي، اتفضل يا فندم. هو اول حاجه في الاجتماعات اللي سياده اللواء بيتكلم فيها، وكان اخر اجتماع يوم 22/11 وكان حضر 120 واحد من اهالي الزمالك، وكان في 4 موجودين برضو مش عارف بطايقهم كانت ايه. وحصل بالاتفاق مع سياده اللواء ان احنا اتفقنا ان احنا هنعمل تصويت على المشروع، ان احنا بالرفض او قبول المشروع، وتم فعلا التصويت في اليوم ده، و120 قصاد 4 رفضنا المشروع المحطه بالمسار. تمام. وطبعا حضرتك بتقول الموضوع ده مسجل، فاكيد هو عند حضرتك. فيعني يعني ده اخر اجتماع اتعمل كان في نقابه المهندسين، كان في نادي المهندسين، نادي نقابه المهندسين مع انا حضرت. طيب يعني فين بقى موافقه وحضر عدد كبير من سكان الزمالك. واحد بس مش عارف يعني كلنا طلعنا البطايق واكدنا ان احنا رافضين بصراحه. اتفضل يا فندم. يا دكتور عمرو اتفضل يا فندم. طيب انا هفترض مع حضرتك فرضيه كويسه قوي.